السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشرح تطبيقات على الروافع. حل مسألة على الروافع. طبعا عندنا قانون واحد في كتاب الصف السادس في هذا الفصل عند اتزان الرافعة. القانون هو حاصل ضرب القوة في ذراعها يساوي حاصل ضرب المقاومة ضرب ذراعها. هذا قانون اتزان الرافعة، وهذا الاختصار في الأحرف. قاف تعني قوة، ضرب لام واحد اللي هو ذراع القوة يساوي ميم قاف هي اختصار المقاومة ضرب لام اثنين ذراع المقاومة. الحين نشوف مسألة الكتاب. في تجربة لإثبات قانون الروافع إذا كانت القوة تساوي 100 والمقاومة تساوي 200 وذراع القوة 40. مسألة يقول فكم يجب أن يكون طول ذراع المقاومة حتى تتوازن الرافعة. أول شيء أحط القانون ثم أطبق. القوة ضرب ذراع القوة يساوي المقاومة ضرب ذراع المقاومة. نسهل على الطالبات، أحط المعطيات على طرف، فأكتب القوة تساوي من المسألة 100 والمقاومة أحطها مني تساوي من المسألة 200 وذراع القوة تساوي 40. هذه القانون وهذه المعطيات. عندي القوة، عندي ذراع القوة، وعندي المقاومة. من اللي مو موجود؟ ذراع المقاومة أنا أبي أطلعه. أعوض، أقول القوة تساوي 100 وذراع القوة يساوي 40. بعدين أحط يساوي المقاومة تساوي 200 ضرب ذراع المقاومة، وأروح آخذ ذراع المقاومة وأحطه مني. بالنسبة لطالبات الصف السادس ما أخذوا معادلة من الدرجة الأولى في الرياضيات، فهني إحنا راح نسهل عليهم في هذه النقطة، ونقول لهم ناخذ اللي مع ذراع المقاومة وأروح أحطه تحت، وهذه اللي بعد اللي يساوي هذه كاملة آخذها وأحطها فوق، فيصير 100 ضرب 40. راح نختصر الأصفار ويطلع الناتج 20. المسألة ما فيها شيء، سهلة. أهم شيء نحفظ القانون ونطبق.